سبب الاعتذار. أنا في الفترة الماضية اعتذرت وقالوا ما بنرجع، ورجعنا وجدنا كثيرا من الأمور ربما لا تسير وفقا لما نطمح إليه. أنت لدينا طموحات معينة، طموحات وطنية ليست طموحات شخصية. الحمد لله دخلنا الوزارة وخرجنا وهي على الحديد، وخرجنا وهي والصندوق ملان. هذا من الناحية المادية. الحمد لله شابعين من بيوتنا، ما نشي منهم شيء. لذلك يقولوا أصحاب الشعر والمنقص هذا هم معنا مغتربين في أمريكا، ولو معنا مغتربين في أمريكا معنا كذلك. الحمد لله رب العالمين عملنا شيء خلال الفترة الماضية بقدر وبجهود صعبة أيضا. لكن حرية الإنسان في اتخاذ قراره كاملا وباتخاذ ما يصبو إليه في عمله هي الأساس في الإبداع في هذا العمل. أن أسير من جهة معينة أو أن أخضع لموازنات سياسية لا أستطيع. أنا العمل شخصيا لفلان وفلان وفلان، هذا هو كان سبب الاعتذار الرئيسي. أنا بالطبع ربما البعض يرى أنه تحاملت على أنصار الله في فترة من الفترات. لم نتحامل عليهم نهائيا، هم من تحاملوا أساسا. وضعوا عبده الترب في خانة الإصلاح وبدأ يتعامل معه على أنك إصلاح، وبالتالي لما يشتي يهجم على الإصلاح بيهجم على من؟ على عبده الترب وزير الداخلية. ليش؟ قال هو محسوب على كذا. ربما سمعتوا الذي هو الاعتداء على المكتب السياسي. لم يحصل اعتداء على المكتب السياسي لأنصار الله، كانت عملية مفتعلة وكان القصد أنها إحراق وزير الداخلية، وفي ناس من تعاون من داخل الدولة ومن قيادات الدولة. طيب أنا وأنت في مجلس واحد بنبني دولة، تخرج من عندي تقول الطرف الآخر لا هذا هو ما يشتيكمش، هذا هو كذا. من الصعب أن نتعامل بأخلاقيات ومبادئ لا تمت إلى القيم والأخلاق الإسلامية والوطنية بصلاح. من الصعب، إما بعد ترجع تلابق ملابقة ولا ترجع تعملك نثرة. في أشياء من الصعب أنك تتفق معها، خاصة في هذه المرحلة. لذلك قلنا ربما غيري قادر على التحمل أكثر مني، ربما أنا لا أتحمل مثل هذه المناظر. ربما يعني أنا عندما أرى جندي يفتش من قبل الميليشيات يقول تعال استمر في الدولة، رجال عيب، مصيبة أنك تستمر في الدولة. هكذا إما أن نكون، ولذلك قلنا إما أن نكون رجال دولة ونقيم دولة فعلا، ولا نقول إحنا مش قادرين بهذا الوضع لا نستطيع. فأشرف أنه واحد يروح بيتهم يجلس في بيتهم، أشرف له حتى تستقر مثل هذه الأمور. لكن في نقاط، في هجوم على بيت معين، منين؟ قالوا هذا من جهة كذا كذا. طيب وأنت كدولة ما بتعمل، مأساة أن تظل كدولة في هذا الوضع. يقول لك اصبر واحدة واحدة. أنا ما استطعش الصبر يا أخي، هذه بصراحة هكذا. الصبر عندي ضيق في هذا الجانب، إما أن أكون على المسار الصحيح ولا أن أروح بيتي. هذا ما اخترناه، ولذلك روحنا بيوتنا في هذا المجال. في موضوع التعامل مع الآخر، البعض يرى أنا قابلت علي عبد الله صالح أكثر من 5 مرات وأنا وزير داخلية، وتعاملت معه تعامل كان منطقي تماما. وأيضا هنا قالوا ربما البعض لن يعجبه هذا الكلام، لكن هذه حقيقة. بيقول هكذا: أحمد علي والأخ عبده الترب ووزير الداخلية في عين واحدة، وجمع وسائل الإعلام قال ممنوع التكلم على وزير الداخلية في أي شيء إلا فيما يخص ما كان حسن من الداخلية. هذه مبادرة جاءت منا وأنا أشكر على هذه المبادرة. وفعلا خلال الفترة الماضية قد ترون أنه قناة اليمن اليوم وصحف المؤتمر ربما كلها بتتكلم في المدح لم تذكر مساوئ. برغم هذا هو كانت مجاملة لطيفة تمام من فخامة الرئيس السابق. وأنا في خلال الثورة والأخوة الثوار الذي هم الثوار ربما يغضبون، خلال فترة الثورة لم أقول إيش علي عبد الله صالح حاف، كنت أقول الرئيس السابق. ونتعامل كيف نحن نريد أن نوحد اليمن. خلاص جنا ما عمل، نبدأ صفحة جديدة وننسى الماضي ونبدأ نبدي اليمن جميعا. هذا مذهبي، قد أتفق مع البعض وقد البعض يختلف معي. شكرا جزيلا.